بيها شنو كده ونعمل بقى اقتصاد اختي، انا زار القروش اختي، ده جارين ورا القروش لكن ناسين تربيه الاولاد. لكن يا محمد القرايه ذاتها ما غاليه، الجامعات دي بقت بالشيء الفلاني يا اخواننا، نحن هنا ما قادرين، صح ولا ما صح؟ قروش كثيره. ما قال التعليم مجاني سنه ما فيه قروش. مجاني وين؟ يا حليل المجاني ويا حليل زمان ويا حليل المجان. وين؟ والله وحد اسم الله زمان الحمر ده يجيبوا لنا. يا يابا يا حليل زمان، يا حليل زمان، المحابر مرصوصه كده في الدرج، الكراسات تصرفوها عليه، اي والله، الشيله تصرفوها عليه، اي والله، كل شيء. لكن هسه الليله ما تدخل يدك في جيبك، قرايه ما في. الاساس يا جماعه، الاساس الناس بيقروا اساس، قالوا بيقروا طالب 8 مليون. 8 مليون للاساس يا جماعه. ده كلام ده؟ 8 مليون؟ انت عارف؟ وحياة الله قالوا في كليه بتاع الطب البلدي ما بعرف شنو، ب 150 مليون. 150 مليون؟ 150 مليون. قالوا 150 مليون ده انا مقرر عليه شنو، اسوي لهم مشروع ينفع واحسن لهم من ها؟ وانت قايل المغتربين ديل، المغتربين ديل قروش وندوك كل هسه سوى لنا الحاجه دي، لا تسووها لنا المغتربين، القروش الكثيره اللي بيدفعوها. غلوا علينا الحاجات. غلوا علينا الحاجات. لا انا والله العظيم غلي الحاجات والقروش والكلام ده كله انا ما هاميني، انا بس هاميني الاولاد ديل. الاولاد ديل اخوان بيضيعوا. الاولاد ديل بيضيعوا حتى والله. احنا قاعدين نسوي شنو عاد مع اولاد اختي؟ نحن شغالين باكات نقلب بهنا بعد تودون وين؟ توديهم وين؟ انا اخذها شقيقتي يا محمد ما تعاكس. بعدين كبروا كبروا هذا ما تعرفوا كيفين كبروا ثاني. التربيه دي مع زول اخوان، التربيه دي من صغير، التربيه دي من زول صغير، هذا بعد 20 سنه غايب من البلد، يجي زول كبير الثاني يعرف لك شنو؟ والله ما مقصرين. بعدين شنو؟ كان مش اي حته بنجرفوا طوالي سريع سريع، لانه ما بكون عندهم فهم، ما بكونوا ما عاشوا هنا، ما عارفين، ما مقرمين. والله ولدتهم هناك وجابتهم هنا ده، ولدتهم هناك والله غسلوا لهم مخهم في دقيقه. هنا؟ اي والله. غسل المخ فين يعني؟ وانت قاعد تسوي شنو؟ انت تراقبهم معاي؟ اراقبهم انا غني بقى، انا بطل شغلتها غني اراقب في اولاد الناس اخوانا. هذا خالد الاولاد اختي يا جماعه، اولاد اختي هذا سوي شنو؟ امهم وابوهم يا اخي، والله احسن من الام اللي ابوه قدام الاولاد، ثاني ما في اي حاجه ما تقولي لي يا اخي. لازم الاولاد يكونوا قدام امهم وابوهم. قلت لك يا محمد البيت ذاتها قالت لي شنو انت قايل؟ قالت لي انا بمشي اذاكر مع صاحباتي لانه المكيف بتاعه فريون حقك وحق القش ده ما نافع وانا سويته عشانه. تسافر وين؟ حق القش ده نحن جبناه بالقصد، هو قال لك نحن جبناه بالساهل. هنسوي شنو؟ خلينا اللكن وخلينا الشراب عشان الحركه لنا ذاته. كان ما كده اللي احنا كان بنجيبه وكان ما بالقصد. قالت لي لا لا يا خالته ده ما بينفع معاي، انا لوني ضرب ووشي ضرب. لونه ضرب؟ قالت لي بقي سمراء. لا اقول لها خلاص ارجع الناس امك وابوك اختي. احنا هنا لا عندنا سفر، هوي دي مسؤوليه والله. انا عندي لا عندي بنت بتسافر ولا عندي بنت بتمشي تبيت مع صاحبتها ولا تبيت مع منو، ما بعرف، ده كلام فارغ، ده ما بينفع معي الكلام ده انا. وبعدين قالت لي شنو؟ دي امانه. قالت لي بيتكم ذاته بعيد من الزلط، لما اجي في الشمس دي ما بستحمل يا خالته. شري لها شمسيه. امبريلا شمسيه خلاها تمشي بيها. تعمل الشمس. يعني يا محمد انت بتضحك علي؟ يعني ده اولاد اختي، هسه كانوا اولاد اخوك كنت سويت معاهم كده؟ يعني سوي شنو يعني؟ اعمل لهم شنو انا بيدي انا بيت الاغتراب عشان اولادي يقوموا في البلد دي هنا، بعد يكبروا بعدين ثاني بطريقتهم، لما يكبروا ثاني مخيرين. والله كان استعد المجهجهين، لا لا مين هنا لا لا مين هنا وحاط اسم الله. وبعدين اقول لك حاجه يا محمد، انا زمان كانوا بيدوني القروش وانا اصرفهم، هسه قالوا لا افتحوا لنا حساب في البنك وعندنا بطاقات بتاع الصراف اهلي شنو زي ما دايرين. القروش في يدهم بقت. ده برضه غلط. ده برضه غلط. يخطوا القروش في يدهم، بعد شويه بنجرفوا حاط اسم الله يخشوا في خرشه وفي اثناء عقنه وفي بري هي يا محمد. ده الاولاد اختي مربيين الا خرشه وحقنه. مربيين وين؟ مربيين قال لكم واحدين طفشوا ومشوا ثاني ما جاوا كله هسه الجامعات دي انت ما سمعت بيهم؟ طفشوا مشوا وين؟ طفشوا بعرفهم. طفشوا مشوا وين؟ كيف الكلام ده؟ طفشوا انت قاعده وين؟ انا قاعده في بيتي. هاي نحن والله مما قمنا معروف، ما عندنا مبالغه، المبالغه في الحاجات ما كويسه. الزول قالوا ما يفرط كله يبقى فاكي ساكن، وفي نفس الوقت كمان ما ينقفل شديد كمان لما يجوا. لا والله نحن والله ضابطيننا المزال. انا هسه بنت اختي دي اقول لك حاجه، صاحبات اللي عندهم الفريون ديل انا شايله تلفوناتهم، لكن اقول لك حاجه ما ينفعوا. يوم ذاك ضربت تلفون جاتني مرة عجوز، ما جاتني بنت،
مرة عجوز؟ جاتني مرة عجوز قالت لي بري بنت اختك انا هاي، بنت اختك شنو؟ بري وحاط الله لا بعرف لي بنت اخت لا بعرف لي هناي. نكرتها؟ هاي نكرتها. هتعرف تمشي اليوم؟ انت عم تكلميني لشنو؟ اوعي البنت تخليها تمرق. دي امانة في رقبتنا لما نجوا اهل يسوقوها يا اخي. بركة عليك الله يا اخي نحن يا اخي. لازم ما قادرين نربيهم يا اخي، جيبوا لنا ناس ثاني زيادة يا اخي وخلاص نمشوا اجروا براهم يا اخي. شنو يا اخي؟ عادي يا ولد امي الظفر بيطلع لا تقعد معانا تلتزم هنا باخوان البيت حقنا، ما تمرق بدون اذن، تورينا الحته اللي ماشيه عليها، نحن ما قادرين نكتم على ذول لكن كمان ما فك الحكايه ولا شنو يا اخواننا؟ اوعى تاني تمرق بدون اذن، ولازم تعرفيها مشت وين وجات من وين. بعدين الولد قال لي شنو انت قايل؟ قال لي والله يا خالته نحن الامتحانات جايه والامتحانات بيتكم ده انا ما بقدر اذاكر فيه براي، نحن اولاد المغتربين كده حنأجر لنا شقه مفروشه نذاكر فيها. لا 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 كانوا امهم وابوهم من الاول ياجروا لهم شقه ما يجيبوا لنا هنا. يرجعوا طوال امهم وابوهم، بعد ذاك يجيبونا ياجروا لهم شقه بطريقتهم، انا ما بخش في موضوع زي ده. كيف يعني؟ ولا بتحمل اي مسؤوليه. كيف ما تتحمل؟ كفايه اولادي اختي. انا مسؤول من اولادي بس ما مسؤول من اولاد الثانيين، لانه اي قرار ممكن اتخذه يقولوا لي ليه. انا ما كلمتك يا محمد، انا في البدايه ما كلمتك، قلت لك اولاد اختي ما بتدخل، انا ما بتدخل في حاجه الزول. اكلم اختك، انا ما بتدخل فيهم. انا اكلمك. المهم انا الزول اللي في بيتي هنا ده يلتزم ببيتي هنا، ما يعمل لي جاي ولا جاي. خلاص انا مش ولا كده عليك الله الفينا مكفينا يا اخي. اقول لك حاجه يا محمد، ماشي الدكان اجيب لي رصيد، اكلم اختي بالحاصل ده كله هو راجل الاثنين. والله تكفي لخشبك بس، تكفي لخشبك هاي يا محمد. والله تكفي لخشبك يا محمد ما بتسمع الكلام كله يا اخي يا اخي ما محترم المرة دي بتكورك يا اخي، لكن ما تكورك انت والله يا اخي كنت تقول لك شابك عليه الوسيله والله الواد بوظته بالراحه اقسم بالله والله اضربك ضرب لما انت عارف حاجه يا محمد. بينفجر فيك شريان يا اخي اتكلم بالراحه، هي بتكورك انت ذاتك تكورك يا اخي بوظت الولد يا اخي بوظت الولد انت الوسيله راي كبير ما شاء الله ما يقع يا اخي لا اله الا الله محمد رسول ما الله. يقع ما بيسمع الكلام كله يا اخي قلت له يا ولد تعال انت بتعمل في شنو؟ قال لي يا ابوي انا الكبير ده خلاص ما تتكلم معي يا ولد انا ابوك يا ولد قال لي خلاص يا ابوي ده فري هاي يا محمد بوظتي بنتي والله العظيم يا محمد كده روق شويه استغفر الله العظيم. يا اخي اول حاجه يا اخي ما كده ما بشده ما بشده بالراحه، العنف ده ما بجيب حاجه، استغفر الله العظيم. العنف ده مولد عنف زياده. ما بيسمع الكلام يا اخي اسمعني يا اخي، ولدك كان كبر خاويه عاشره مين بدري صادقه صاحبه يا أخي. يتكلم معاه بالتي هي احسن. نعم. في بيتك ذاته ما تكورك، لا حول مرتك ذاتها تتعامل معاه بصوره مهذبه وبصوره جميله يا اخي. انت حتى لما توتر المره دي توتر تقول وقال وطالع فوق كده انت يا محمد حتسوي شنو؟ حتوتر لك البيت ده كله، حتوتر الجيران وبالتالي حتوتر المحيط الاطلسي كله. والله يا احمد احنا زمان ابوي ده لما نجي كبار انا متزوج بنتي كف، انا متزوج باولادي بنتي كف، والله انت بتسمع الكلام كله يا اخي زمانك يا محمد في قنوات ما في واتساب ما في شنو؟ بالراحه ما كل زمن عنده زمنه. وبعدين ذاتنا والله بهاتنا ديل الكبار ديل والله ما قصروا معانا، بيشدوا معانا لكن كمان بيتعاملوا معانا برضه بالتي احسن، انت تعامل بالتي احسن. استغفر الله العظيم. والله ينفجر فيك شريان والله ما تعرف تتعالج وين. والله يا احمد اقول لك حاجه، الواد ده ما بقيت عارف تصرفاته شنو، ما عارف بيعمل في شنو، بساله ما بجاوب لي، بيمرق بالليل، بيجي راجع بالليل، بيخليني نايم، بيلقاني نايم، ما بعرف احسن شنو، يا ولد انت بتقرا وين؟ قاعد اقرا يا ابوي، انا بطلع، ما قادر افهمه، ما قادر يفهمني يا اخي. لكن انت منعزل منه تماما يا محمد، منعزل منه خالص. احنا نقعد نخلي شغلنا ونقعد نباريه لا ما لازم تخلي شغلك، ده ما شغلك ذاته. هو ياكل من وين؟ ياكل من وين؟ انت شغال عشان شنو؟ مش شغال عشانه هو؟ ايوه يعني شغال من المكب للمصب. استغفر الله. لازم بالتالي انك تراعي بيتك ده، المحيط بتاع بيتك ده لازم يكون درع حصين، لازم تكون علاقتك علاقه بتاعت ود، والعلاقه دي ما بتنشا حسي، بتنشا من الصغر. يعني من عمره 4 سنوات تتعامل معاه، تعرفه بالدنيا، ما زول جديد في الدنيا دي، جديد لنج ما عارف اي حاجه. امه ما بتخليني، الامهات ديل 3/4 بيبوظوا الاولاد، اول ما اجي انظر معه خليه ما كبر والله مره نباحه ما بتسمع امه دي. والله يا احمد لو عملت معاه هي ذاتها بلطف، واذا عملت معاه باحسان وبذوق
واتفاهمت. انت بطريقتك دي بتوتر البيت ده كله، وطريقتك واضحه والله تضيع الاولاد ديل. الواد ده تضيعه عديل كده، وانا بحذرك والله وبنبهك. يا احمد هو ما قادر يفهمني. انا احمد شنو يا اخي؟ والله البتاع بتقول غلط. ما يفهمني، هو يفهمني والله يفهمني يا اخي، ما تفهمني. انت فاهمه، انت فاهمه، انت كبير هو ولا كبير انت؟ كبير انا. خلاص كبير انت، خلاص فهمه. طيب ما يقف لي، يقعد يفهمك هو انت كده. ما بقف لي، انا بنضم معاه بيديني قفاو، بقول لي يا ابويا خلاص عليك الله يا اخي انا فاهم يا حاج. كلمة ابوي ما بقول لي يا اخي، بقول لي يا حاج يا اخي تبعي والله انا تبكوا كلكم. انت قايل نفسك شنو انت؟ عذبوني عذاب يا اخي. انت احمد والله عاملها مصارعه عادي كده، حلبه بتاعت مصارعه، البيت ده حلبه بتاعت مصارعه. نعمل شنو؟ يعني يوم بتعض لك زول بترتكي فيه جريمه. انا والله كان عضيت بعض المره دي، والله العظيم اعطيك انت. وبعدين يا اخي في حاجه والله تانية. تعضيها تلحق تعضيها تجيب لك جيش جرار من اهلها، والله ما تعرف العضاك منه. انا بخاف من هلا، والله ما اخاف من هلا، والله. ايوه هلا جابها هلا هنا شنو؟ جاب علينا شنو؟ جابها هلا شنو؟ انت ما عامل فيها. لا والله يا احمد اقسم بالله الاولاد ديل حيرونا عديل يا اخي. الواد بيقى ما بيتفاهم مع اخواته، بيضرب، بيمسك اخته بيضربها. يا ولد تضربها يقول لك انا اخوها، انا بعرف اكثر منك يا ابوي، انا قاعد في الشارع انت ما جايب خبر. معقوله يضرب اخته جنبي؟ كده ما صح، ما بتحمل. ما صح، بدلنا ما صح. لكن يا احمد اول حاجه أي. في التنشئه، نعم. اول حاجه ما يعني انت بتعملها في سلوك الولد ده، نعم. انك انت بتهذبه وبتنظمه وبتوريه حدوده. لما تطبع فيه انطباع جميل من هو صغير بيمشي عليه، لكن هو يمشي على انطباع كامل كده ده، وتصل في حته معينه داير تكسره. يعني انت العود ده الاعوج اللي حاولت تعدله بينكسر. فباللين من بدري تماشيه، تصاحبه، تصادقه، توريه علاقاته بالمجتمع شنو، علاقته بالاسره باخواته، علاقه متوازنه كده، علاقه بتاعت ود، علاقه بتاعت تفاهم، بعدك علاقته مع المجتمع. والله يا احمد اتحيرت، جاب لي مره واحد ما بينضم، قال لي ده صاحبي، بيتكلم معاه يا حبيبي يا ولدي انت صاحبه، بيعمل لي عيونه كده. يا ولد انت صاحب ولدي، ما بقدر افهمه، دي شخصيات بيباريه، انا افهمه كيف؟ الولد اللي ماشي معاه ده قلت له يا ولد انت شارب حاجه؟ لما تفرق سواقي بس. جيل ما قادر يستوعب، ما قادر يستوعب انا والله، والله يا احمد. واغرب من ده كله اخر مره جا خاش البيت قال يا اخواننا انا ما داير التلفزيون، ما داير التلفزيون. يا ولد ده شو ده؟ التلفزيون؟ ايوه، وقال اخواننا نمسح افلام، ما بعرفه ما بعرفه والله، ضل من الوطن. انا قال شنو؟ لا اله انا نسكن بنانا. انا قال شفت انا قال السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ مرحبا يا احمد. هلا طيب والله بقيت انضم بنانا والله. هذا النظر ده انا عرفتها بتفك كيف؟ هو بس كده بتفك كده بس، هو كده هذا والله العظيم جد. اسكت سايد. الاولاد قاعدين معاي، هاي الولد والبنت. اها قال لي شنو؟ هاي والله يا عم يا اخي انا بصراحه كده ما مرتاحين، دارين ناجر شقه برانا. دارين ناجر شقه برانا. كلمنا امي وابوي وقالوا اوكي. هذه الكارثه ذاتها. هذه مصيبه شقه براهم؟ خلاص. ولد وبنت اخوان اها في عمر زي ده يهاجروا شقه براهم، قالوا ما مرتاحين. قالوا عشان ياخذوا راحتهم. ها شفتها؟ ده فوضى. نموذج، ده نموذج. انا داير اخليه يبقى زي ده، انا بدقه، انا بدق بضرب بس. لا يهاجروا، انا بس انتوا فهموني، يهاجروا يا شقه كيف اخوانا براهم يا يعني؟ اخوانا نعم مغتربين هم مش كده؟ هاي دي مشكله حقيقيه. هاي. الزول يكون عايش برا هاي. في عالم منفصل تماما، بيركب ولده من العربيه بوديه المدرسه ومن المدرسه بوديه البيت، ما في اي برنامج غير الكبت ده. فلما نيجي نلقى البهاليبه دي بينفجر كده طوال. فانت تقوم شنو؟ بالراحه كده ده تتكلم مع اهله هناك، يا يستوعبوا هناك يا يستوعب امرك هنا، لكن ما ممكن اجري له شقه براو. لا هو خلاه وصل للتفكير ده ذاته اصلا شنو يا اخوانا؟ البهاليبه دي ما أنت تسأله. ده كلام شنو ده؟ ما انت رغيب بالنسبه له، ما نفس المشكله هسه انا واقع فيها، انا ساكن. لا الرغيب انا كتمت عليك، انا ما لصالحك ما قال عشان ما تنجري يا اخي. طيب بعد شويه ما بقعدوا في براهم كده، بعد شويه ما يا جابت لها مخدرات وجابت لها بنك وخرشه وحاجات، يا مشت حته ثانيه انه التلفزيون ده ثاني ما لقاه فاتح. لا اله الا الله. ما اشوف لي شنو ده؟ ما لقيت خوفنا يا انت كده يا كده 180 ده شنو ده؟ والله وين الوسطيه ديك؟ وين والله دي مشكله يا اخي، دي مشكله كبيره والله، دي مشكله كبيره والله يا محمد، حياة الله. ودي كلها بولدها اخواننا شنو؟ دي كلها بولدها امتصارنا احنا من اولادنا، يعني من بدري من ننفصل منهم، ما بنصاحبهم، لا ده الاغتراب، حافظ والله ده الاغتراب.
الاغتراب لكن ما برضه الاغتراب له اثر كبير. كل سنه انه ده كل سنه هم وابون يجوا هنا ده يقولوا دارين نهجر شقه، ده كلام شنو ده؟ ما ينتظروا انا اسكن براي، انا واختي براي، امي وابوي وينهم طيب؟ والله يا حمد يا حمد اسمعني، المساله ما مساله اغتراب ولا المساله الجيل القايم ده، يعني حسه ولدي انا ما مرق، ما الولايات ما مشى، قاعد جنبي ما اقدر يفهم، انا ما قادر استوعب هم بيفكروا في شنو؟ يعني ولدي ده بيتكلم معاه بيقول لي يا حاج كلمه ابوي مستخسره فيني، فالمساله بقت جايه محمد. لا حل شنو يعني عشان نحافظ عليهم طيب نعمل شنو يعني؟ هو الشقه دي طبعا مشكله، يا محمد الشقه دي ما يجي والله يكسر رقبته. ده كويس، قال لك انا داير اعمل شقه وجاكوا الواضح ده، في زول ما بكلمه بيكون عامل شقه اساسا، يعني مظبط اموره ومجيها تماما، لكن اللي بيجي يواجهك ده ويقول لك والله انا داير اعمل شقه ده ما بيشوك حنكه. لا هم ضربوا لهم وابون قال لي يا عمو نحن كلمنا امي وابوي ضربنا لهم، هم وابوه وافقوا؟ ايوه قال لي قال له اوكي لا حول ولا قوه الا بالله العلي ما في طريقه لي انا لا ده احسن علي ما كيف دي. وغايه الحل الوحيد انه انا ده زي ما قال لي احمد امشي اتكلم مع الود ده بالتي هي احسن، اشوف هو بفكر في شنو، لانه بيمرق بالليل وبيجي بالليل وما اعرف مواعيد الجامعه تلقاها مقفله، بقول له ولد السمستر انتهى بقول له هاي، لكن بيمرق، لازم نعرف الاولاد بيمشوا وين، بيقعدوا مع منو، وبعدين عارفهم كيف؟ وحاجه مهمه يا محمد نراقبهم نعمل شنو؟ ابوه ضرب لي قال لي اسمع يا جماعه ده دارين ياجروا شقه بنان عشان يرتاحوا، خلوهم يمشوا، طيب انا هسه ما حاقدر اقول لهم حاجه لان هسه مشوا خلاص. لا انت مشكله حاجه انا اراقبهم كيف بعد؟ والله مشكله انا اذا كان هنا معاي في بيتي ما قادر اراقبهم، اراقبهم انهم قاعدين لهم في حته في شقه ثانيه معلش نتحمل. بعدين في حاجه مهمه جدا، انت ما بتقدر تصاحبه حسي دي ما لم انت اساسا تطلع جواك له، وريه حاجاتك وريه تاريخك وريه امورك اللي كنت بتعملها، الاخطاء اللي وقعت فيها شنو، خليك صريح معه عشان يكون معك صريح، لكن ما تكون شايل له صوت كده واقف له جنب الباب، انت ما حتقدر تتابعه اليوم كله، لازم تحصله بالعلاقه وبالصداقه وتخش عليه بشويش بشويش والحاجات تمرق منها بالراحه. اي طيب لكن هو ما ولدي، هو قاعد هناك مغترب مع امه وابوه هناك، ده اللي هم المفروض يقعدوا معاه، هناك ما في زول فاضي، هناك الناس يا انت برضه صادق، الدوام اثنين، انت صادق يا محمد، الدوام اثنين هناك الشغل. الليله ورا ماضي يا محمد اجري معاي تعال فتشوا معاي الليله ورا الليله ورا اجروا معاي فتشوا معاي الليله ورا ودوا اختي قالوا اجروا له الشقه وقعدوا في الشقه. الولد طفشوا ما معروف مكانه وين، الولد طفش الليله ورا اجروا البفاسي اجروا العربات اجروا العجلات اجروا الهواء. اصبر صبرتوا يجيكم في الواتساب. اجروا يا البخاري يا محمد بالراحه اسمع يا محمد عشان اقدر اخذ ودي معاك. اسمعني مشيت الشقه قالوا ما لقيتيه؟ البنت قالت لي الولد له اسبوع ما في البيت في الشقه، قالت لي مشي لها اصحابه وضربت لها اصحابه وهي لما لها بنات وقعدت معها ليله سوادي والليله فضيحتي ليله. خلاص ما تلمي فينا الناس، لا تلمي فينا الناس، خلاص خلينا نستر يا اخي. اقول له اختي شنو؟ اقول لها شو انت بيتك انت؟ سمعت بيتهم هن؟ ده غلطتنا نحن؟ الولد ده القبيل اللي انا خايف منه، ساعات بقول لك دي مسؤوليه، كل مره تقول لها الولد قفل التلفزيون قال للبنت امشي يلا تعالى ما تفتح التلفزيون برا حفلات برا كلام فارغ، ولا اخوان نحن الولد دفع فوضى مقلبهم الولد مغتربين زي ما قلت المعاون شنو؟ انه زول يسايسون ويخاويون، عشان كده نقوم معاون، ابقى له اخوه عديل، اقوم معاه واقف معاه اشوف مشكلته شنو، احل له مشكلته شنو وقتي عشان ما ينحرف، وضح هاي الانحراف شنو الولد. الأسر ما حتقدر من خارج البلاد تجي تستقر هنا، لأنه في متطلبات كثيرة. أول حاجة عايزة مثلا توفر شغل عشان مدعي به الأسرة على الأقل عشان ما تقدر تقعد معاهم هنا، وحكاية إنه الواحد يقعد مع أهله يعني الحاجة دي شوية بتأثر فيهم، أو بالضبط كده ما حيقدر يرتاح أو ما حيلقى المأوى الكويسة، لأنه هو عايش كان في بيئة وحيجي لبيئة مغايرة خالص، أو هنا في السودان يعني ما زي خارج السودان. الحاجة الثانية إنه يقعد في داخلية، برضو شوية الداخليات كانت زمان كويسة، هسي حاليا ما في وعي، ما في ناس بيشرفوا على الداخليات. والحاجة الثالثة كمان لو قعد في شقة براه أو معاه شلة، الشلة دي ما معروف سلوك شنو
أو سيرها كيف، أو مثلا هو الناس اللي قاعد معاهم ديل حيخربوه أو حيصلحوه أو حيقدر يقرأ معاهم أو ما حيقدر يقرأ. فبالتالي دي والله بجد مشكلة. مشكلة هي صح، مشكلة كبيرة ومشكلة للشباب. يعني زي ما قالوا الأخوان الأساتذة، قال يعني مثلا نراقب ابننا، كونه زول كبير ما تقدر تراقبه، كونه زول شاب. الموضوع ده كله بيرجع للتنشئة، كيف أنا أنشأته في بيئة، كيف الزول ده يغلط ده بيغلط والدار يمشي دغري ده بيمشي دغري. أنا زول أنشأت ابني تنشئة كويسة، قاعد في شقة ممكن أنا أضمنه إن الزول ده قاعد صح، ماشي صح، بيقرأ صح، بياكل صح، بينزل صح. تنشئتي له غلط أنا ما بقدر بضمنه وما بقدر بقيده، ما بقدر بمسكه زي الطفل ممكن أهرشه، أقول له اقعد، كان مركته بدقك، كان ما مركته ما بيسمع الكلام. لكن الزول الكبير ده داير يعمل بيعمله، داير يطلع، داير ينحرف بينحرف، داير يمشي دغري ويمشي دغري. عشان كده لازم ننشئه، لازم المجتمع يساعد ذاته في التنشئه بتاعت الشباب، ما الاسر بس، لانه الاسر الشباب ذاتهم بينعكسوا على المجتمع، على المدن وعلى الدول، وهم بينموا الدول. لازم الناس كلها يتكاتف. تربيه الاطفال خارج السودان بعد ما يجي السودان هنا مفترض الاسره تكون لها الموجوده هنا يكون لها دور كبير في تعليم الجنة جابوه من خارج السودان ده، بتعليمه ثقافة البلد السودانية، ويغرسوا فيه العادات اللي ما تربى فيها هناك، يقوموها تنشأ في عقله هنا عشان يتواكب مع البلد اللي خلاص يعني بلدنا السودان، يعني يتواكب مع أفكاره ومع عادات وتقاليده عشان ما يكون يعني جزء من المجتمع السوداني، ويقدر يشارك في أي حتة فيها ثقافات، فيها تراثات، في أي حاجة، ويخلي العادة اللي كان ربى فيها من زمان خارج السودان. أولا راجع الأسلوب والأخلاق اللي بيقوموا بها يعني للتربية والتنشئة، لذلك لازم تكون التربية في الأسرة وفي المجتمع. لذلك يعني أنا بدي رسالة عامة، برسل رسالة للمجتمع خاصة، إنه الزول بيكون يعني بينشئ نفسه، سواء كان هو خلقه قويم بالتالي هو حيمشي على اسلوب ومبدا يعني يقبله في نفسه ويقبله في المجتمع. لذلك يراعي اولا شيء انه في نفسه دي بتتقبل شنو، عشان شنو بالتالي اسلوبه اللي بيقوم به يتقبله المجتمع.